أهلا بيكم ومنورين القناة من تاني. العين الصفرة، التعب، الترجيع. النهاردة احنا هنتكلم بالتفصيل عن موضوع مهم جدا بيمس ملايين الناس حوالين العالم، بس غالبا ما بناخدش بالنا منه غير لما الموضوع بيكبر. التهاب الكبد. ايه هو المرض ده بالظبط وايه اللي محتاجين نعرفه عشان نحمي نفسنا وحبايبنا؟ يلا بينا نبدأ. في الأساس التهاب الكبد هو ببساطة التهاب بيحصل في الكبد. الكبد ده عضو جبار، هو اللي بيفلتر السموم من دمك وبيساعد في الهضم وبيخزن الطاقة. هو باختصار مصنع المعالجة الكيميائية الرئيسي في جسمك، بس لما بيلتهب قدرته على أداء الوظائف الحيوية دي بتتأثر بشكل كبير. تخيلها كده كأنها أرضية مصنع غرقت في المية فجأة، كل حاجة بتقف. الالتهاب ده ممكن يحصل بسبب حاجات كتير، زي شرب الكحوليات بزيادة أو أدوية معينة أو أمراض المناعة الذاتية أو السموم. لكن السبب الأكثر شيوعاً واللي هنركز عليه النهاردة هو مجموعة من الفيروسات معروفة تحديداً باسم فيروسات التهاب الكبد. في 5 أنواع رئيسية من التهاب الكبد الفيروسي، متصنفة بالحروف A و B و C و D و E. كل واحد فيهم فيروس مختلف وبينتشر بطرق مختلفة وبيأثر على الكبد بطريقة مختلفة. خلينا ناخدهم واحد واحد. التهاب الكبد إيه؟ أول حاجة فيروس إيه، ده اللي ممكن تكون سمعت عنه وله علاقة بالأكل أو المية الملوثة. ده مرض حاد، يعني بياخد فترة قصيرة. بيجيلك عن طريق دخول الفيروس لمعدتك، وغالباً بيكون من خلال أكل حضره شخص مصاب بالفيروس وما غسلش إيده كويس، أو عن طريق شرب مية ملوثة. الخبر الحلو إن التهاب الكبد إيه تقريباً دايماً بيخف لوحده من غير ما يسبب تلف طويل الأمد في الكبد. جهاز مناعتك غالباً بيقضي على الفيروس وبتتكون عندك مناعة طول العمر. وإنت عيان هتحتاج راحة ورعاية، بس نادراً ما بيتحول لحالة مزمنة. وفي كمان تطعيم فعال جداً ضده، وده السبب إننا بنشوف تفشي للمرض ده بشكل أقل في أماكن كتير في العالم. بعد كده عندنا فيروس بي، ده بقى أخطر شوية. ممكن يكون مرض حاد وممكن كمان يتحول لعدوى مزمنة طويلة الأمد. بينتقل عن طريق الاتصال بدم ملوث أو السوائل التانية في الجسم. ده ممكن يحصل من خلال طرق غير آمنة أو مشاركة الإبر وأدوات الحقن التانية، أو من الأم للطفل وقت الولادة. ناس كتير من اللي عندهم التهاب الكبد بي المزمن ما بيظهرش عليهم أعراض لسنين وممكن لعقود، بس في الوقت ده الفيروس بيكون بيدمر الكبد في صمت، والدمار الصامت ده هو اللي بيخلي فيروس بي خطير جدا. الخبر الممتاز إن في تطعيم آمن وفعال لالتهاب الكبد بي، وعادة بيتاخد على هيئة حقن للأطفال، بس كمان متاح للكبار، وهو حجر الأساس في جهود الوقاية العالمية. التهاب الكبد سي. نيجي بقى لفيروس سي. زي فيروس بي ده بينتشر عن طريق انتقال الدم للدم. أكتر طريقة شائعة بتنقل العدوى للناس هي مشاركة الإبر، وقبل سنة 1992 لما بدأ الفحص الشامل للدم كان برضو بينتشر كتير عن طريق عمليات نقل الدم. التهاب الكبد سي بيتسمى غالباً الوباء الصامت، لأن الأغلبية العظمى من الناس اللي بتجيلهم العدوى بتتحول معاهم لعدوى مزمنة، ومعظمهم ما بيظهرش عليهم أي أعراض لفترة طويلة جداً. ممكن يحسوا إنهم بصحة ممتازة لمدة 20 أو 30 سنة، في حين إن الفيروس بيكون شغال بالبطيء في تدمير الكبد، وعشان كده التحليل مهم جداً. الأخبار المذهلة بقى عن التهاب الكبد سي هي إننا في ال10 سنين اللي فاتوا شفنا ثورة في العلاج. الأدوية الجديدة المضادة للفيروسات بقت قادرة دلوقتي تعالج أكتر من 95% من المصابين في كام شهر بس وبأقل أعراض جانبية. ده إنجاز تاريخي في الصحة العامة. بس على عكس A و B لسه مفيش تطعيم لالتهاب الكبد سي لحد دلوقتي، وده بيخلي الوقاية والعلاج أهم بكتير. نروح لفيروس دي. ده بقى حالة فريدة، ساعات بيسموه الفيروس التابع أو غير المكتمل، لأنه مش بيقدر يصيب غير الناس اللي عندهم أصلاً التهاب الكبد بي. هو عامل زي المتطفل اللي محتاج فيروس بي عشان يعيش ويتكاثر، فبالتالي مستحيل يجيلك التهاب الكبد دي لوحده، وبينتشر بنفس طريقة فيروس بي عن طريق الاتصال بالدم الملوث أو سوائل الجسم التانية. لما حد بيكون عنده بي ودي مع بعض دي بنسميها عدوى مزدوجة، والتركيبة دي ممكن تؤدي لمرض أشد بكتير وتدهور أسرع لمشاكل الكبد الخطيرة مقارنة بإنك تكون مصاب بفيروس بي لوحده. أحسن طريقة للوقاية من التهاب الكبد دي هي ببساطة إنك تاخد تطعيم فيروس بي. أخيراً عندنا فيروس إي، ده شبه جداً التهاب الكبد A،
بينتشر بشكل أساسي عن طريق شرب مية ملوثة، وغالباً بيكون عدوى حادة بتخف لوحدها، وبيبقى منتشر أكتر في الدول النامية اللي الصرف الصحي فيها ضعيف. بالنسبة لمعظم الناس هو مرض خفيف، لكن ممكن يكون خطير جداً على الحوامل، وممكن يسبب لهم نوع حاد من الفشل الكبدي ونسبة الوفاة فيه عالية. في تطعيم لالتهاب الكبد بس حالياً مصرح بيه في الصين بس. طيب، إحساس المريض بالتهاب الكبد بيبقى عامل إزاي؟ الأعراض ممكن تكون متشابهة جداً بين الأنواع المختلفة، خصوصاً في المرحلة الحادة. ناس كتير بتحس بإرهاق، مش مجرد تعب عادي، لأ، إرهاق شديد ومسيطر. الأعراض الشائعة التانية بتشمل الحمى، الغثيان، الترجيع، وفقدان الشهية. ممكن كمان تحس بوجع في البطن، وتحديداً في الجنب اليمين من فوق مكان الكبد. ومن العلامات المميزة جداً لمشاكل الكبد هي الصفرة، واللي هي اصفرار في الجلد وبياض العين. ده بيحصل لما الكبد ما بيقدرش يتعامل صح مع مادة اسمها البيليروبين، فبتتراكم في الدم. ممكن تلاحظ كمان إن لون البول بقى غامق، ولون البراز بقى فاتح أو بلون الطين. بس هنا بقى الجزء الخطير، ناس كتير خصوصاً اللي عندهم التهاب الكبد المزمن B و C ما بيظهرش عليهم أي أعراض لسنين. ممكن يكونوا عايشين بالفيروس من غير ما يعرفوا، وبينقلوه لغيرهم في نفس الوقت اللي الكبد بتاعهم بيتدمر بالتدريج. وده بياخدنا للعواقب طويلة الأمد. لو ما تعالجش التهاب الكبد المزمن ممكن يؤدي لمضاعفات خطيرة جدا، من أهمها تليف الكبد. وده مش بس بيحصل بسبب شرب الكحوليات كتير. تليف الكبد هو ندبات شديدة في الكبد. تخيل أنسجة الكبد السليمة الناعمة ليه بتتبدل بأنسجة ليفية صلبة وندبات. الندبات دي بتبوظ شكل الكبد ووظيفته، وبتسد مجرى الدم وبتقلل قدرته على الشغل. ومع تطور التليف ممكن يؤدي لفشل كبدي، ودي حالة بتهدد الحياة، الكبد فيها بيقف عن الشغل تماماً. من المخاطر الكبيرة التانية لالتهاب الكبد المزمن هي سرطان الكبد. الالتهاب المزمن من فيروسات زي B و C بيخلق بيئة مناسبة أكتر لظهور الخلايا السرطانية. في الحقيقة التهاب الكبد الفيروسي هو السبب الرئيسي لسرطان الكبد في العالم، وعشان كده المتابعة الدورية ضرورية جدا لأي حد عنده عدوى التهاب الكبد المزمن. طيب، إزاي نقدر نواجه ده؟ الاستراتيجية قايمة على 3 عواميد أساسية: الوقاية والتحليل والعلاج. 1. الوقاية هي دايما خط الدفاع الأول والأفضل. بالنسبة ل A و B عندنا تطعيمات فعالة جدا. الاهتمام بالنظافة الشخصية زي غسيل الإيدين كويس بيساعد يمنع التهاب الكبد A و E. وعشان نمنع الفيروسات اللي بتتنقل عن طريق الدم زي B و C مهم جدا نتجنب مشاركة الإبر ومكن الحلاقة وفرش السنان أو أي أدوات ممكن يكون عليها دم. 2. التحليل. بما إن حالات كتير ما بيظهرش عليها أعراض، فالطريقة الوحيدة عشان تعرف حالتك هي إنك تحلل، وده غالباً بيكون تحليل دم بسيط، ومهم بشكل خاص لو عندك عوامل خطر. معرفة حالتك هي الخطوة الأولى عشان تاخد الرعاية اللي محتاجها وتمنع نقل العدوى لغيرك. 3. العلاج. زي ما اتكلمنا، خريطة العلاج اتغيرت بشكل كبير. بالنسبة لالتهاب الكبد B المزمن، في أدوية ممكن توقف نشاط الفيروس وتقلل خطر السرطان. هي مش علاج نهائي، بس بتقدر تسيطر على العدوى بفاعلية. وبالنسبة لالتهاب الكبد C، إحنا دلوقتي عندنا أدوية بتشفي تماماً وبتغير حياة ملايين الناس. العالم أدرك حجم المشكلة دي، ومنظمة الصحة العالمية حطت هدف طموح، وهو القضاء على التهاب الكبد الفيروسي كتهديد رئيسي للصحة العامة بحلول سنة 2030. دي مهمة ضخمة جدا، بس بالأدوات اللي معانا النهاردة نقدر نحققها. طيب، أنت تقدر تعمل إيه؟ أول حاجة، ثقف نفسك وثقف غيرك. شارك المعلومات دي، اتكلم مع دكتورك عن عوامل الخطر الخاصة بيك، وهل انت محتاج تطعم أو تحلل. لو عندك التهاب كبد مزمن، اسمع كلام دكتورك، خد أدويتك وروح لمتابعاتك الدورية عشان تطمن على صحة كبدك. وخليك فاكر، مفيش أي عيب إنك تكون مصاب بالتهاب الكبد، دي حالة طبية زيها زي أي مرض تاني. الوصمة اللي حوالين المرض ده ممكن تمنع الناس إنها تطلب المساعدة. لو حاسس بضغط بسبب التشخيص، أرجوك اعرف إن المساعدة موجودة، وفي مجموعات دعم ودكاترة يقدروا يساعدوك. أنت مش لوحدك. التهاب الكبد الفيروسي تهديد صامت بس خطير للصحة العالمية، لكن دي معركة نقدر نكسبها.
بالتطعيم والتحليل والعلاج والتوعية نقدر نحمي كبدنا ونمنع السرطان ونشتغل على مستقبل خالي من المرض ده. شكرا جدا ليكم على المشاهدة وعلى وقتكم اللي أخدتوه عشان تتعلموا عن الموضوع المهم ده. لو لقيتوا الفيديو ده مفيد ياريت تعملوا لايك وتفكروا تشتركوا في القناة عشان تشوفوا محتوى صحي أكتر. خلوا بالكم من نفسكم وخليكم دايما عارفين، ونشوفكم في الفيديو الجاي.